بطلت في نادي الريف فعلا. تمام. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. قول لي رايك ايه في الترتيبه والمشاكل الماديه اللي عندك، والمشاكل الماديه اللي هتقابل الفرق اللي هتلعب الصعود. والله يا كابتن مجدي، طبعا شأن كل أندية الممتاز به اللي بنعاني طبعا من ومن التعثرات المادية. كانت دورة الترقي فرصة للي صفوة الأندية في الممتاز به ان كان اتحاد الكورة ينظر اليهم نظرة يعني نظرة رياضية. الأندية دي النهاردة الموسم انتهى بحلو وبمر، وربنا يعلم احنا عملنا ايه مع اللاعبين وادينا لهم ايه. تعرف يا فندم كل مجلس اداره واديت لهم ايه ومنين طبعا. كانت مأساة يعني. برضو انا بشكر سيادة محافظ بورسعيد اللي واقف جنبنا وادالنا برضو دعم في اخر لحظة، انقذ حفظ ماء الوجه. ورغم ذلك انا داخل على معسكر يا كابتن مجدي. الدورة بتتلعب في حاجة و20 يوم، وارجو ان حضرتك تاخد بالك من اللي هقوله. الدورة بتتلعب في حاجة و20 يوم. انا من بورسعيد، الدورة بتتلعب في اسكندرية، بيني وبين اسكندرية من 4 إلى 5 ساعات. فلو انا رحت كل مباراة ورجعت، اللاعبين مش هيقدروا يلعبوا المباراة اللي بعدها. فانا المفروض ان انا اقعد في اسكندرية طول الفترة. طبعا ده لود عليا جامد جدا. يعني الدورة مجمعة في اسكندرية. طيب هل اتحاد الكرة هيساعد او الدولة او اتحاد الكرة كلم وزارة الشباب والرياضة على ان لازم تقعدوا ال 22، ما ينفعش تفضل رايح جاي؟ يعني شوف انت بتتكلم على 5 ساعات. طبعا. الراجل الطيب اللي معانا دلوقتي على التليفون، الحاج محمد ده رئيس نادي اسوان هيضرب له يعني اقل حاجة يضربها 300 كيلو اقل حاجة. ده كتير جدا. انت واخد بال حضرتك؟ ده اقل حاجة. القرعة وقعته هيضرب مثلا 400، يضرب 450 500. ولاعيبه اسوان هتلعب ازاي؟ طيب ما هو ده برضه لود برضه عليهم جامد جدا. انت واخد بالك؟ فهو لو ما قعدش برضه في المكان، هو بعدين عاملينه في 3 ملاعب في 3 محافظات. يعني انت معموله في اسكندريه، فانت لو قعدت في اسكندريه هتقدر تتحرك في اسكندريه، ما عندكش مشكله. صح. لا انما دول لما يلعب النهارده في الاقصر وبعدين تجي له ماتش تاني هيلعبوا في اسيوط، تمام وبعدين ماتش ثالث يلعبوا في سوهاج. طبعا. طب ده ايه بقى؟ ده والله يا كابتن مجدي، انا في بعض الحلول، والناس برضه في اتحاد الكوره انا يعني برضه انا مشفق عليهم، بس لازم ناخد في الاعتبار ان انديه الممتاز به انديه فقيره للغايه. انديه طبعا يا كابتن مجدي. طب هقول لحضرتك على حاجه، المفروض البطوله ممكن تذاع بشكل او باخر. طب هل نسبه في حقوق بث لينا؟ هل في اي دعم من اتحاد الكوره في مقابل ان انت النهارده تعوض بعض الانديه ديت يا كابتن مجدي؟ طب هقول لحضرتك على حاجه. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه من هنا. بص يا ريس، اتفضل يا فندم. مع الوزير خالد عبد العزيز تمام قدر يجيب رعايه لدوري مراكز الشباب. صحيح. واتصرف على دوري مراكز الشباب اكتر من 35 مليون جنيه. ودوري مراكز الشباب في النهايه لا في حد هيصعد ولا في حد هيهبط. لا طبعا. واللعيبه اللي بتلعب فيه معظمها بتلعب من الانديه، والعمليه طبعا. ايه؟ والعمليه ده دوري ينشط تنشيطي. صحيح. فالنهارده في شركه مياه غازيه عامله بروتوكول مع وزاره الشباب والرياضه. تمام. دوري مش عارف ايه لمراكز الشباب. طيب ما يقدر معاه الوزير يروحوا المسؤولين في اتحاد الكوره يقعدوا معاه ويجيبوا شركه المياه الغازيه دي ويخلوها ترعى البطوله دي وتدفع. لو دفعت 10 مليون جنيه وتاخد وتلبس كل بقى الفرق تلبس بقى اللي هيشرب مش عارف تيت، واللي هيشرب مش عارف ايه، واللي هيشرب ايه، كله تحط بقى المنتجات بتاعتها كلها. تمام. وبالتالي يبقى احنا، انما مش يا جماعه احنا جايين يا ريس، احنا جايين نخطط. المفروض الناس دي جايه تخطط للكوره وجايه تحل مشاكل. صح. احنا اول ما جينا اول حاجه قلتها للناس قبل الانتخابات اللي فاتت، انتوا مش المفروض تحطوا ايديكم في جيبكم وتطلعوا فلوس للحكم قبل الماتش. صح. لان ممكن انت مقتدر تحط في الظرف كتير قليل، حكم يبقى ضميره وحش، حكم يبقى انت واخد بالك. فانا ما اخليش الاحتكاك ده يحصل بينك وبين الحكم. مظبوط جدا. في الفلوس
مظبوط جدا. واحنا عمالين وعمالين كل شويه نجيب الماتش. والله يا كابتن مجدي انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن مجدي اخيره عشان ما اطولش على الساده المشاهدين. اتفضل. في نقطه برضو فيها عدم فير شويه يا كابتن مجدي. انت تعرف النهارده ان بعض الانديه اللي صارت منها انديه شركات غنيه جدا، احنا انديه شعبيه. طب انت النهارده هل نادي المريخ بامكانياته الضئيله هل هيقدر يواجه انديه الشركات بدون ذكر اسماء سين وصاد وعين اللي هو اساسا كان بيعمل مكافاه في الدرجه الثانيه في الدوري العادي 1000 جنيه و2000 جنيه؟ لا يا كابتن مجدي ما ينفعش. فانا لا بناشد اتحاد الكوره بدل ما يبقى الدوري ممتاز به دوري شركات، دوري ممتاز الف دوري شركات، لازم تدعم الانديه الشعبيه بشكل او باخر حتى لو بالتساوي بيننا وبينهم. بس اديني اي حاجه اقدر اعيش بيها، مثلا فلوس المعسكر، فلوس اقدر اعمل بيها مكافآت للاعبين، او حتى اسدد عقود اللاعبين اللي عندي. انا طالع الاول يا كابتن مجدي في مجموعتي على كل انديه الشركات اللي عندي. فطبعا لما هصعد دوره الترقيه يا كابتن مجدي هتتساوى النتائج، بس هيفرق جدا اللي معاه امكانيات ماديه. صح كده صح كده. فاتحاد الكوره لازم يكون واقف جنبي بشكل او باخر، وانا بحييك استاذ احمد. بتمنى لك التوفيق ويا رب تعودوا مره اخرى يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.